بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج رسالة سلام. لا زال الحديث مستمرا حول ما يتعلق بما يحب النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يحب من الأطعمة والأمكنة والأزمنة، وكذلك ما يحبه عليه الصلاة والسلام من البشر. سبق معنا حديث حول ما يحبه النبي عليه السلام من البشر، وكذلك تحدثنا عن مائدة النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الحلقة سنتحدث حول ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمكنة والأزمنة. فمن ذلك حبه عليه الصلاة والسلام لمكة المكرمة، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمكة: ما أطيبك وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وكذلك عن عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته واقف بالحرورة يقول، أو بالحزورة منطقة، يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. الحديث مرة أخرى عن عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته واقف بالحزورة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت. والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت. نعم. هذين الحديثين يدلان على أمرين. الأمر الأول مكانة مكة المكرمة، والأمر الثاني حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرض الوطن. أما مكانة مكة المكرمة فلا يخفى على شريف علمكم أن مكة المكرمة فيها المسجد الحرام وفيها الكعبة المشرفة التي أمر الله عز وجل فيها آدم أن يبني بيتا لله عز وجل. فأول ما أمر آدم بعبادة الله تبارك وتعالى في الأرض أمره أن يبني مسجدا، وهذا في أصح قولي العلماء أن من الذي وضع قواعد الكعبة الشريفة، هل هو آدم عليه السلام أم هم الملائكة؟ فالأدلة والقرائن كلها تنصب على أن الذي بنى الكعبة الشريفة هو آدم عليه السلام. وبعد أن آدم بنى مكة بنى بيت المقدس، وكان بينهما 40 سنة. وهذا أمر معقول أن يكون الذي بنى الكعبة الشريفة آدم عليه السلام، لأن الزمنين قريبين من بعض، فيمكن أن يكون بنى الكعبة المباركة ثم بنى بيت المقدس الشريف. وإذا لاحظت أيضا في البناء الهندسي للمسجد الحرام، أقصد الكعبة المشرفة،
والبناء الهندسي لبيت المقدس على اختلاف في المساحة، إلا أن بناء الهندسي واحد. فالكعبة المشرفة بنيت بشكل هندسي مستطيل، كذلك بيت المقدس مبني على هذا الشكل أيضا. طبعا بيت المقدس والمساحة التي تضم المسجد القبلي وتضم المسجد المرواني تضم، فهي أكثر من 119 ألف دونم تقريبا، مساحة كبيرة. هذه المساحة كلها تسمى المسجد الأقصى، المسجد الأقصى أو بيت المقدس. إذن فأول من بنى بيت الله الحرام هو آدم عليه السلام، ثم مع عوامل التعرية ومرور السنوات اندثر، فأمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل أن يرفع البيت، أن يرفع قواعد البيت. قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إلى آخر الآيات. فالمسجد الحرام جعله الله عز وجل حراما وحرمه، يعني حدود الحرم من جهة مكة المكرمة من جهة جدة يبدأ من الشميسي وينتهي باتجاه الطائف، ومن جهة عرفات ينتهي باتجاه المدينة المنورة. منطقة حدود الحرم مساحة واسعة، وفيها لا يجوز يعني كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يجوز التقاط لقطتها ولا يجوز الصيد فيها. هي منطقة أكثر أجرا وثوابا لمن كان يسكن بها. وكان عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يصلي في منطقة الحدود، يعني يصلي في منطقة الحرم بدلا أن يصلي في منطقة الحل، وإذا كان في الحل يتنقل قليلا حتى يدخل منطقة الحرم فيصلي، لأن ذلك أكثر أجرا وثوابا. ولأهمية هذا المكان أوجب الله عز وجل فيه الحج. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالحج في اللغة الزيارة، فأوجب الله عز وجل زيارة هذا المكان. فعلى كل حال المكان عظيم جدا، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد فيه، واختار الله عز وجل له هذه المنطقة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وحتى جغرافيا المسجد الحرام يقع في وسط الكرة الأرضية، يقع في منطقة يسمونه المنطقة المركزية، وفوقه البيت المعمور الموجود في السماء الرابعة. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكرت الروايات أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال إن في السماء الرابعة البيت المعمور لو سقط لسقط على المسجد الحرام أو على الكعبة المشرفة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلك على دقة البناء ودقة اختيار المكان، وأنه من الله تبارك وتعالى حينما أمر الله عز وجل نبي الله إبراهيم أن يذهب بزوجته هاجر إلى منطقة مكة المكرمة، وحين هي كانت في ذلك الوقت صحراء. مشاهدي الأكارم، هذا لا يخفى على شريف علمكم، إنما هو من باب التذكر والتذاكر حول الكعبة المشرفة والمسجد الحرام. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حجة وعمرة فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولذلك الله عز وجل جعل أفئدة الناس تهوي إليه، أفئدة الناس تهوي إليه. نعم، فاستجاب الله دعاء إبراهيم عليه السلام، فكل المسلمين يتمنون أن يحجوا وأن يذهبوا إلى هذه المنطقة بكل شغف وحب وبكل خشوع وخضوع إلى مناطق المقدسات العظيمة منى وعرفات ومزدلفة.
هذه المناطق العظيمة التي يحبها الله عز وجل وفيها تعلق كبير به سبحانه وتعالى، فكم من دعوات استجيبت، وكم من ذنوب غفرت، وكم من هموم فرجت في هذه المواطن العظيمة. مشاهدي الأكارم، مكة المكرمة هي موطن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمواطن يحبها الله عز وجل ويحب النبي عليه ويحبها الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يحب موطنه كما يحب أي إنسان موطنه. ولذلك قال أهل العلم في قوله تعالى: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قالوا إن خروج الإنسان من أرضه هو كقتله تماما. والدليل على ذلك أن الله قرن في هذه الآية الكريمة القتل بالخروج. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. انظروا إلى المقارنة. فالوطن بطبيعة الحال الإنسان يحب المكان الذي ولد فيه وترعرع وكبر فيه وله فيه ذكريات تميل نفسه إلى ذلك ويحبه حبا عظيما. وهذا هو الحب الطبيعي الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديثين، غير الذي ذكرناه لكم، وهو يعني مكانة مكة المكرمة شرعا، لكن مكانتها وجدانا. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أطيبك وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. نعم، هذا الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. انظروا إلى حب النبي عليه الصلاة والسلام إلى وطنه وإلى مكانه. أما حديث حب الوطن من الإيمان فلا شك أنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب الوطن من الإيمان لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، والعلم عند الله. ولكن معناه قد يكون صحيح، لأن الإنسان يحب بطبيعته وطنه ويقاتل من أجل وطنه وأرضه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. والوطن مال والأرض مال، ويجب على الإنسان يدافع عن وطنه الذي استأمنه الله عز وجل عليه. فكل إنسان مفطور على هذه الفطرة السليمة بأن يحب الأرض الذي ترعرع وكبر فيه. والمحبة حقيقة يعني قد يكون الإنسان من منطقة أخرى، ولكن المنطقة التي ولد فيها هي منطقته. المنطقة التي ولد فيها وترعرع وكبر فيها هي التي حقيقة يجد لها في نفسه من الميزات والحب والميل. وهذه التقسيمات التي جاءت بسبب الاستعمار وتفريق المسلمين إلى جنسيات مختلفة أدت إلى حرمان مواليد المنطقة المعينة أن يحصلوا على جنسياتها، وهذا كله من أثار الاستعمار. وإلا الأصل أن الأرض كلها لله سبحانه وتعالى، وكل الأراضي ينبغي أن تكون للمسلمين، أو على الأقل فيما تمتلكه الخلافة الإسلامية يعتبر أن الإنسان حر في تنقلاته ويعيش حيثما أراد. وهذا لما كانت لنا قوة وكانت لنا عزة كنا نمتلك ملايين الكيلومترات من المساحات، وكنا نتنقل فيما بينها بكل سهولة، ولم يكن للمسلمين في ذلك هم التأشيرات وهم الجوازات وهم الحدود، لم يكن عندهم هذا أبدا. إذا أراد الرجل أن ينتقل يسافر من منطقة إلى منطقة يركب دابته ثم ينتقل. ولكن بسبب ذنوبنا ومعاصينا ابتلينا بهذا. كان عليه الصلاة والسلام محبا لمكة المكرمة حبا شديدا، ولما أخبره ورقة بن نوفل أن قومه سيخرجونه فزع وحزن،
وقال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بما جئت به إلا أخرجوه قومه. نعم. وكان من مشاهدي الأكارم من المدن التي يحبها النبي عليه الصلاة والسلام المدينة المنورة. المدينة المنورة كانت كذلك من أحب البقاع إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قدمنا المدينة وهي وبيئة، فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال وعامر بن فهيرة. وبيئة يعني فيها وباء وفيها يعني حمى، فيها وباء وفيها حمى، مثل الذي أصابنا في فترة زماننا هذا، كورونا 19 كوفيد 19. قد أصيب الصحابة بوباء الله أعلم، لكن من حيث وباء هو وباء، يعني أقصد وجه التشابه بين الأمرين. فكان أبو بكر قد أصيب بهذا الوباء ومرض، فكان إذا اشتد به الحال يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. كان ينشد هذا النشيد إذا اشتد به الحمى، يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكان بلال أيضا إذا اشتد به الألم قال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردنا يوما مياه مجنة أو أردنا يعني كأنه يورد يصل هناك، وهل يبدون لي شامة وطفيل. ثم قال: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها أو وانقل حماها إلى الجحفة. حفظي حماها، والكاتب هنا كتب حماها، والله أعلم بالصواب. قالت: وقدمنا المدينة وهي أرض وباء، فكان البطحان يجري نجلا، تعني ماء آجنا. هذا الحديث فيه أن المدينة كانت أرض وباء وكان بها حمى. الحمى أقرب ما يكون إلى مرض الملاريا، إلى مرض الملاريا، حيث كانت ترتفع حرارتهم ارتفاعا شديدا وتؤدي بهم أحيانا إلى الوفاة. وكانت يعني تنهك أجسادهم فلا يستطيعون أن يتحركوا، بل أحيانا يصلون إلى حالة من الهذيان من شدة ارتفاع الحرارة. فبالتالي أصبحت هذه المنطقة منطقة وباء فضرت بالصحابة، فكان ذلك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ويشرع هنا الإنسان أن يدعو بهذا الدعاء أيضا في أي منطقة يريد أن ينزل بها، إذا كان فيها مصالح له يقول: اللهم حبب إلينا تركيا كما حببت إلينا السعودية أو أشد. يجوز ذلك، لا مشاحة في الدعاء مشاهدي الأكارم. نقول شريطة أن تكون منطقة إسلامية وليست بلاد الكفار، وإنما يكون مكانا طيبا مباركا. مشاهدي الأكارم، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا. المدينة المنورة تحب أيضا لأمرين: من جهة شرعية، ومن جهة من سكنها لا يتمنى الخروج منها أبدا. المدينة المنورة تتميز بروحانية عجيبة لا تجد ذلك في غيره.
وهذا شبه متواتر بين الناس الذين عاشوا وذاقوا حلاوة مكة، كذلك الذين عاشوا وذاقوا حلاوة المدينة يقولون هناك فرق كبير جدا بين المدينة المنورة وبين مكة، وذلك في الروحانية والاطمئنان والراحة النفسية التي تجده في المدينة المنورة. لعل ذلك لجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لأن المدينة تحفها الملائكة. الملائكة أيضا تحف كذلك بيت المسجد الحرام. المدينة المنورة أيضا حرم ما بين عير إلى ثور وبين لابتيها مسافة 25 كيلو في كل اتجاه. المدينة المنورة حرم، فلا يجوز، هي مثلها مثل المسجد الحرام، ولذلك يسمى الحرمين الشريفين. والمدينة يأرز الإيمان إليها كما تأرز الحية إلى جحرها، فهي منطقة إيمان. وإن كان هذا الحديث يحصل في الفترة في حينما يقرب وقت يوم القيامة وتكون الفتن والملاحم، فالإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. والمدينة بارك الله عز وجل في مدها وصاعها، وفيها لأواء أيضا. ومن مات بالمدينة المنورة نال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يعني من صبر على لأوائها وجهدها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، والحديث في البخاري. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى الصحابة بسكن المدينة وعدم الخروج منها، فقال يخرج أناس من المدينة يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فكانت هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا لا يتنافى مع خروج الصحابة من أجل نشر العلم، وخروجهم من أجل الدفاع عن هذا الدين ونشر هذا الدين وإبلاغ هذا الدين للبشرية كلها. هذا لا يتنافى، فإن الجهاد غير وسكن المدينة شيء آخر. نعم، الصحابة أدركتهم المنية والوفاة في غير مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غير بلدانهم، ولكنهم هم خرجوا في سبيل الله، نعم، ولم يقصدوا سكن تلك المناطق. والمدينة دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم بارك لنا في مدها وصاعها. فرزق المدينة المنورة من سكن فيها يدرك تماما أن قليلا من الدخل البسيط يعيشك أياما كثيرة ويعيشك فترات طويلة وأنت في راحة بال واطمئنان. المدينة المنورة أمرها عجيب في السكن والراحة، وسكانها أيضا من خيرة السكان، عدا الروافض والشيعة يعني لا كثرهم الله، إلا أن بقية القبائل من جهينة ومن حروب ومن يعني البلويين وغيرهم من سكانها الأصليين، يا سلام، من خيرة من عرفنا وقابلنا من القبائل، يعني رجال وكرماء، ويعني الحقيقة تتعجب من كرمهم وحسن أخلاقهم، فهم فعلا جاوروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمدينة المنورة فيها مناطق عظيمة، فيها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وفيها أيضا البقيع الذي دفن فيه الصحابة ودفنت فيه أمهات المؤمنين ودفن فيه الأئمة. فالمدينة المنورة حوت حقيقة مناطق عظيمة جدا جدا جدا. وفيها أيضا كما سيأتي معنا جبل أحد، وهو جبل من جبال الجنة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا الروضة الشريفة، هذه الروضة هي روضة من رياض الجنة،
كما نص على ذلك نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فالمدينة فيها مناطق من الجنة، جبل أحد من الجنة، والروضة الشريفة من الجنة، وهذه المنطقة كلها إما ستكون إلى الجنة أو هي من الجنة كما نص ذلك أهل العلم. فما كانت المدينة المنورة يعني عظيمة جدا. بلا شك أن من عاش المدينة لا يتمنى الخروج منها أبدا. فمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة عظيمة مباركة، وهي من المناطق التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها. إذن المسلم عليه أن يحرص أن يزور هذه المقدسات الإسلامية، ويأتي في الدرجة الثالثة بيت المقدس. نسأل الله تعالى أن يفك أسره من أيادي اليهود المحتلين الظلمة المجرمين. نسأل الله تعالى أن يهيئ له رجال أقوياء. وبالمناسبة بيت المقدس لا يمكن أن يتحرر من أيادي فلسطينية فحسب، لا 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 أبدا. المسجد الأقصى سيتحرر بإذن الله بجيوش إسلامية متكاملة من كل دول العالم، أو من كل دول الإسلامية لا أقول العربية، ونحن أمة إسلامية. فالدول الإسلامية هي التي ستفتح بإذن الله بيت المقدس. الفلسطينيون جزاهم الله خيرا يبذلون قصارى جهدهم في ذلك، وجعلهم الله عز وجل شوكة في نحر هؤلاء، وهم القوم الجبارين الذين كانوا في الفترات السابقة كفار مجرمين، واليوم هم المؤمنون الصادقون الذين يدافعون عن هذا الدين. إن فيها قوما جبارين هم الفلسطينيين، هم الفلسطينيون وجزاهم الله خير. فهم جبارون بجميع فئاتهم، رجالهم ونساؤهم وأطفالهم، استطاعوا أن يقفوا ضد هذا المد الصهيوني المجرم. ولولا الله ثم هم لامتد أيضا إجرام اليهود من منطقة بيت المقدس إلى مناطق أخرى مشاهدينا الأكارم. فنحمد الله عز وجل أن يهيئ لهذه البقعة الفلسطينيين حتى يقوموا حقيقة بإيقاف هذا المد. فهم بصراحة كصمام أمان للأمة حتى لا يمتد هؤلاء الخباث إلى بقية الدول. فإذا وجدوا فرصة والله لا يتوانون في قتل المسلمين وذبحهم كما تذبح النعاج. والتاريخ أكبر شاهد، من يقرأ التاريخ يعرف خبث اليهود قبحهم الله. ذكرناهم لأننا نهتم بمسألة بيت المقدس. فبيت المقدس أيضا يتمنى الإنسان أن يصلي فيه ركعتين، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال: صلاة في مسجد هذا ب1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فهو ب100,000 صلاة، وصلاة في مسجد بيت المقدس الأقصى ب500 صلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث فيه مقال، لكن جملة من أهل العلم صححوه، وأن الصلاة في بيت المقدس تعدل ب500 صلاة. وهناك أيضا أحاديث أخرى تبين فضل الصلاة في بيت المقدس. ولا شك أنه مسجد تشد فيه الرحال، ومعظم مقدس لدى المسلمين، وقد عظمه الله عز وجل وأسرى إليه رسوله وجمع فيه الأنبياء، فله مكانة عظيمة، وهو يكفي أنه مبارك. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. البركة أصلها من بيت المقدس، وتتسع بشكل دائري حول العالم، والبركة مطلقة. فهذه المنطقة يعني أرضها مباركة، ثمارها مباركة، المسلمون فيها مباركين أيضا أو مباركون. فمن نال شرف أن يتزوج من بنات بيت المقدس فقد ناله شيء من هذه البركة، أو من زوج بناته
لأهل بيت المقدس كذلك دخل في هذا الشرف. فعلى كل حال المنطقة مباركة بارك الله عز وجل فيها. لماذا نذكر ذلك؟ لأن أيضا ينبغي للمسلم أن يحب هذه المنطقة، وأن يتمنى الصلاة فيها، وأن يبذل قصارى جهده للدفاع عن هذه المنطقة المقدسة الشرعية. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يحب المسجد الأقصى، بل كان يصلي تجاهه، فهو قبلة المسلمين 1 و6 أشهر تقريبا. 1 و6 أشهر النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي إلا إلى بيت المقدس، فله مكانه. نعم، هذه البقاع الثلاثة كل مؤمن يجب عليه أن يحبها الحب الواجب والحب العاطفي أيضا. من أين نأتي بالحب العاطفي؟ اذهب واسكن بها، ستجد حلاوة المسجد الحرام. إذا أنت دخلت المسجد الحرام وجلست في الساحة البيضاء ستجد روحانية عظيمة، وإذا ذهبت إلى المدينة المنورة ستجد هذه الروحانية أيضا، ولا أشك أن بيت المقدس كذلك فيه هذه الروحانية. وهاهنا نحن نشاهد الفلسطينيون يدافعون عنه بكل يعني جزالة وصبر، ويستشهدون ويموتون، ويعني تعرض نساؤهم للمخاطر وهم صابرون محتسبون. يا سلام، ضربوا أروع الأمثلة. فعلينا أن نحب هذه المناطق حبا شرعيا وحب عاطفة مشاهدي الأكارم. نعم، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم زيارة المدينة المنورة في أقرب فرصة، اللهم آمين. المدينة المنورة، وما أدراكم ما المدينة المنورة. المدينة المنورة يعني تحدها من الشمال جبل عير، ومن الجنوب من الجنوب جبل عير، ومن الشمال جبل أحد. جبل عير فيه حديث ضعيف أنه جبل من جبال النار، نسأل الله العافية، وهو جبل معترض باتجاه الجنوب باتجاه مكة، ضخم كبير. هذا الجبل يقال أنه من جبال النار، بعكسه تماما من الجهة الأخرى جبل أحد. جبل أحد من جبال الجنة، ولكن جبل ثور خلف أحد على مسافة كيلو تقريبا. جبل ثور هذا سبحان الله، إذا أنت أخذونا مشايخنا باتجاه ما يسمونه وادي البيضاء، فوقفنا وشاهدنا على مسافة 500 متر هذا الجبل كأنه ثور بارك، والله العظيم شيء عجيب. هذا كأنه ثور بارك. هذا الثور هو حد من حدود المدينة المنورة. وهناك لابتيها، اللابة هي حرتان، اللي هي حجارة بركانية انفجرت قبل 5000 سنة قبل الإسلام، وكانت هذه الحجارة الحارة لا تستطيع الخيول ولا الجمال أن تمشي عليها، لأنها حجارة شديدة الحد وتؤذي من يمشي بها، فالسير عليها يحتاج إلى عناية. إذن حمى الله عز وجل المدينة المنورة بهذا الشكل، من جهة الشمال إلى الجنوب بجبل عير، ومن جهة الشرق والغرب بجهة اللابتين. نعم، وأيضا يعني المدينة المنورة كان بها وادي مبارك يسمى وادي العقيق. لما حج النبي عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه نزل إليه جبريل وقل حجة في عمرة وصلي في هذا الوادي المبارك، صلي في هذا، ونص عليه قال صلي في هذا الوادي المبارك. فوادي العقيق وادي مبارك، الله أعلم ما هي بركته، ولكن يعني وادي العقيق وادي مبارك بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبركة هي الخير والنماء، وهي أيضا نعم. لكن هل يشرع أن نذهب ونصلي ركعتين في وادي مبارك؟ نعم، إذا كنا حاجين، نصلي في الوادي المبارك الذي هو قريب أيضا من ذي الحليفة. وهكذا يعني الواحد لا يشبع أن يتحدث عن منطقة المدينة المنورة. فيها منطقة تسمى الجرف، وفيها جبل ضريب يعني جبل صغير يقع في داخل مزارع منطقة جرف. ذهبت أيضا وزرته مع مشايخي، وسبحان الله
يعني كنت أتوقع أن الدجال الأعور سينزل في منطقة جبلية مرتفعة، لا لا، قالوا لنا هو جبل ضريب، يعني جبل صغير، وما كنت أتصور أن ثمة هناك فعلا منطقة فيها جبل. فأخذونا إلى داخل المزرعة ورأيت جبل ارتفاعه بسيط لا يتجاوز يعني متر، لا يتجاوز متر، ربما مع عوامل التعرية وصلت الأتربة إلى هذا الحد الله أعلم، لكن صعدنا عليه وشفناه فهو جبل بسيط. هذا الجبل سيخرج إليه رجل من أهل المدينة المنورة هنيئا له ويقول للدجال الأعور أنت الدجال الأعور، والدجال الأعور يحمل سيفه ويضرب عنق هذا المؤمن، ثم يحييه الله عز وجل على الدجال الأعور فيقول ها وما تقول الآن؟ فيقول لهم ما ازددت إلا إيمانا بأنك الدجال الأعور. ولما كان قد يستيقظ من هذا يعني يحيى مرة أخرى، كان قد يحيى وهو يبتسم، يعني كان لما ضربه ثم أحياه حيا مبتسما. قال أهل العلم لأن هو علم بأن هذه الشهادة الطيبة من النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعني هذا الرجل المبارك. بارك الله لنا ولكم فيما قلنا وما ذكرنا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لزيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وكذلك بيت المقدس. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لزيارة هذه المساجد الثلاثة وأن نصلي فيها وأن نتعبد لله عز وجل، اللهم آمين. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ جميع مقدسات المسلمين في جميع أنحاء العالم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة حكاما يدافعون عن هذا الدين وعن مقدساته ويبذلون قصارى جهودهم كصلاح الدين الأيوبي ونور الدين الزنكي وكذلك نجم الدين أربكان وغيرهم من الأئمة العظماء. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى المجلس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.